طوائفه. وهذا الجيش جيش عزيز محترم بكل أصنافه، يستنبط القوة من عوائلهم، من عشائرهم، من قبائلهم، لأن هو ابن من؟ هل جابوا الروبوت إلنا منزليه؟ لو هو ابن عشيرة بني تميم أو من الخزاعة أو من الجبور أو من أي عشيرة من عشائرنا. هذا وقد أكد سماحته أن الجيش العراقي العظيم لم ولن يكن منحازا ولا عبدا لأحد، بل كان وعلى امتداد تاريخه المشرف جيشا وطنيا سطر أعظم الملاحم البطولية في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة. لا يجوز لأي واحد من هؤلاء المنتسبين من فصائل تشكيلات جيشنا العراقي البطل أن يكونون عبيدا لأي مسؤول من المسؤولين. يعني جندي العراق يجب أن يكون مع شعبه، يكون اليد الضاربة لحماية الشعب، فلازم ينتبه إلى دينه أولا ومن ثم إلى أهله وناسه، لأنه هؤلاء أمة الرسول، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فتحية إجلال وإكبار لجيشنا الباسل بكل تشكيلاته وصنوفه، والرحمة والرضوان للشهداء الأبرار الأكرمين. نيابة جميعا اجينا نيابة عن سيد الشيخ شمس الدين محمد بن الكستاني رئيس الطريقة العليا القادرية السودانية، نهنئكم بهذا العيد ان شاء الله بالنصر الى نصر، ونالكم التوفيق والحفظ ان شاء الله. محمد ما هو حيش بعض شيء زي من الورداني وياك صح وعافيه شباب الكسمزان ان شاء الله دوم الامن والامان. احنا فريق شباب الكسمزان ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والحفظ كل عام وكل سنه ان شاء الله.